لسه مكملين مع فنانين نعرفهم بس ما نعرفش اسمهم. حسن أتلة. حسن أتلة من مواليد 1914. اتولد حسن أتلة في بورسعيد، وكان عنده محل لتأجير الآلات الموسيقية في شارع محمد علي، وبدأ مشواره الفني في الإذاعة والتلفزيون. بدأ في برنامج ساعة القلب، ودخل عالم السينما في بدايات الخمسينات بأدوار صغيرة وكوميدية وطريفة. وبعد حوالي أكتر من 40 عمل سينمائي كلهم بدور كومبارس، ما قامش ولا في فيلم فيهم بدور بطولة، رحل سنة 1972 عن عمر 58 سنة. الدكتور شيرين، صاحب مقولة وماله يا اخويا. اسمه الحقيقي محمد فرحات عمر. اتولد يوم 12 أغسطس سنة 1931 في العباسية محافظة القاهرة، وخد لقب الدكتور لحصوله على الدكتوراه في الفلسفة، وكان شغال مدرس في أول بداية حياته. وبدأ مشواره الفني في برنامج ساعة لقلبك بدور دكتور شديد. بعد كده بدأ يشتغل مع ثلاثي أضواء المسرح. بعد كده انسحب عن التمثيل وعن الوسط الفني، واشتغل في لجنة النشر بهيئة الكتاب، وألف كتاب عن الفن والمسرح في سنة 1951. وفي سنة 1968 رجع للتمثيل مرة تانية، وشارك في مسلسل أوراق الورد سنة 1979 بطولة وردة الجزائرية وعمر حرير. وتوفى يوم 12 مايو 1997 عن عمر 65 سنة. سعاد أحمد. الفنانة سعاد أحمد اتولدت في يوم 28 مارس سنة 1907. بدأت مشوارها الفني كمونولوجيست في شارع عماد الدين لحد ما اكتشفها المخرج توجو مزراحي، وأول فيلم شاركت فيه كان فيلم العز بهدلة سنة 1937. بعد كده عملت فيلم ألف ليلة وليلة سنة 1941 بطولة علي القصار. وعلى مدى 28 سنة من مشوارها الفني قدمت حوالي 51 فيلم، أغلبهم دور الحما أو الأم. اتوفت يوم 2 أغسطس سنة 1962 عن عمر 55 سنة. سوريا فخر، ممثلة مصرية من أصل لبنان. اتولدت في مدينة زحلة بلبنان. بدأت مسيرتها الفنية في سنة 1939 في فيلم العزيمة، وانضمت إلى فرقة الفنان علي القصار لتستكمل مشوارها الفني من خلال العديد من الفرق المسرحية. ووصل رصيدها الفني إلى ما يقرب حوالي من 32 مسرحية، وتعد من أشهر من قدم دور المربية، وكان لها ضحكة مميزة محدش يعرف ينافسها عليها أبدا أبدا. ودول مش كل الممثلين، استنى الجزء اللي جاي عشان تعرف باقي الممثلين. السلام عليكم.